السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني الكرام، يا رب تكونوا بخير. انا مكمله معاكم. كنت عملت لسه منزله الفيديو بتاع الكبد والقوانص، وقلت ان انا حوشت الدهن بتاع اللي كان موجود هو بيكون مغطي القوانص يعني. فحوشته عشان نعمل له اعاده تدوير. ده كده انا حوشته. خليكم معايا، انا هسيحه واوريكم شكله بعد ما يتسيح. خليكم معايا. مكمله معاكم يا جماعه اهو. دي مصفى، وده الطبق اللي هنصفي فيه. انا حطيت الدهن على النار، وهو عادة يعني عشان هو يعني دهن مش صلب قوي. دهون الفراخ يعني بتكون فيها نسبة الأحماض الدهنية الغير مشبعة كتير، فبتلاقيه عامل زي الزيت، بيسيح بسرعة يعني. بيكون طري يعني، مش صلب زي دهون الحيوانات. فأنا جايبة الطبق والمصفاية دي عشان نصفي الدهن مع بعض. خليكم معايا. رجعت لكم تاني يا جماعة اهو. الدهن اهو بعد ما ساح من على النار. ده لسه حالا جايباه من على النار، لسه حالا جايباه من على النار اهو. شايفين يا جماعة؟ اهو بصوا السلي طلع قد ايه يعني. ده كل ده دهون، مادة دهنية بتترمي. هو طبعا في ناس اللي هم بياخدوا الزبالة، اذا كنت انت بترميه في الزبالة، في ناس اللي بياخدوا الزبالة بيفصلوا كل حاجة بقى، بيفصلوا كل حاجة، وكل حاجة لها تجارها يعني. بياخدوا برضو الدهن من الزبالة وبيسيحوه، وبيبقى ليه بقى بيدخل في إعادة التدوير. ولكن انتي في البيت هتعملي إعادة تدوير على الطريقة الصح، لأن انتي كل دهن هتسيحيه زي ما أنا قلت قبل كده، هتسيحيه وتحطيه في برطمان وتكتبي عليه ده دهن ايه، عشان تعرفي تعملي بيه ايه، لأن كل دهن ليه خواص. بصوا يا جماعة، انا كنت جايبه تقريبا حوالي 2.5 كيلو كبد وقوانص، او مش فاكره 3 كيلو. الراجل بيحط يعني بيحوش لي. فبصوا، دي ماده دهنيه ليها صفات هتنفعنا. فتخيلي انت كل ده رميه في الزباله، او انت كل ده كلتيه. طبعا مش هتاكليه مره واحده. لو انت مثلا هتاكلي كل مره نص كيلو انت وولادك، او كيلو انت وولادك، فقسمي الكميه ديت على كل ده، هيدخل جسمك وهيرفع نسبة الكوليسترول، هيرفع نسبة الدهون في الجسم، وهيرفع نسبة الكوليسترول. لأن كل حاجة لازم تدخل بالعقل يعني. إن الكبد والقوانص عبارة عن بروتين حيواني. فطبعا انتي كمية الدهون دي هتبقى أكتر من، قسميها كده على 3 كيلو، هتبقى الكمية أكتر من كمية الأكل. طبعا بالحجم وكده هتطلع الكمية الكبد والقوانص هي أكبر. ولكن لما بتيجي بالخواص الفيزيائية والخواص اللي هي الخواص الكيميائية للأطعمة، هتلاقي الدهن أكتر. ليه؟ لأن أولا الدهن سريع الامتصاص، يعني حاجة سهلة. الجسم عشان هو مصدر طاقة، فربنا خلق الجسم ان هو يروح على مصدر الطاقة الأول. يعني لما احنا بنشرب عصير بالسكر، او بناكل اي حاجة بالسكر، الجسم بيروح على مصدر الطاقة الاول. يعني يسيب كل حاجة انت عاملاها ويروح ياخد السكر اول حاجة. كذلك برضو الأطعمة اللي هي اللحوم او كده، الجسم على ان البروتين صعب التفكيك، اصعب من في هضمه من الدهون. فالجسم بيروح على طول واخد كمية الدهون، يحاول يسحبها الاول. فتخيل انت كمية الدهن دي لو احنا قسمناها على 3 كيلو، شوفي انت هتدخلي في جسمك كمية قد ايه. هي الدهون مفيدة، ولكن على اساس ان هي مفيدة، على اساس ايه؟ على اساس نوعيتها. في دهون مفيدة ودهون غير مفيدة. يعني الدهون الفراخ دي ما هياش مفيدة. اولا لانه يعني متبقيات الادوية بتنزل على طول في الدهون.
هما كانوا زمان يقولوا الهرمونات ومش الهرمونات، ولكن انا عشان يعني انا ده التخصص بتاعي انا خريج الزراعه، فلا مش في قانون بيحكمنا وقانون بيجيز ما قالش الكلام ده، او في تجريم لموضوع الهرمونات دلوقتي، فالمزارع عليها رقابه. فبرضو عشان خاطر ما نظلمش الناس، هي بس القصه ان الدهون ديت بينزل فيها متبقيات الادويه. طبعا الفراخ بتاخد مضادات حيويه، بتاخد مضادات امراض معينه، تطعيمات، فكل المتبقي بيقوم نازل فيه الدهون. الخلاصه ان الدهون بتاعه الفراخ ما تاكلهاش، حوشيها واعملي لها اعاده تدوير في حاجه تانية. طبعا شوفوا الكميه دي قد ايه، ما شاء الله تطلع بتاع، لو جينا حطينا البرطمان بتاع العسل اعتقد ان هي تملى البرطمان بتاع العسل يعني. انا طبعا مستنياها لما تبرد واحطها في البرطمان. خلونا كده على جنب كده. كده خلصنا من عملنا اعاده تدوير. هنحطها في البرطمان ونكتب على البرطمان ده دهن فراخ. ثواني بس خليكم معايا. الورقه دي اسمها جداول التصبن. الصف ده كده او العمود ده كده دهون مختلفه، وبالعرض كده دي صفات الدهون. التصبن، الرطوبه، بتديك قد ايه رطوبه، بتديك قد ايه نظافه، بتديك قد ايه صلابه، بتديك قد ايه رغوه، بتديك قد ايه ملمس كريمي. دي كلها صفات، يعني دي صفات كيميائيه للدهون المختلفه. خليكم معايا بقى نجيب دهن الفراخ. اهو يا جماعه، مش عارفه هيبان لكم ولا لا، اهو رقم 29 تشيكن فات. التشيكن فات يا جماعه شفتوها اهو. دهن الفراخ رقم 28 باين كده في الكاميرا يا جماعه اهو. تشيكن فات الخواص بتاعته اهو 139 159 33 1 59 1 32 69 130. معلش بس هو احنا هنحاول بقى نشوف بقى الجدول من فوق كده. خليكم معايا. اهو يا جماعه معلش اهو رقم 28 اهو رقم 28 تشيكن فات. الصفات بتاعته بقى الكيميائيه هياخد قد ايه. رقم التصبن بتاعه اللي هو ال NaOH دي هيدروكسيد الصوديوم، ال NaOH ده هيدروكسيد الصوديوم، وال KaOH اللي جنبها هيدروكسيد البوتاسيوم. وبعدين الصفات بقى بتاعتها بيديني صلابة 33، بيديني نظافة 1، بيديني ترطيب 59%، ترطيب بيديكي 59% ترطيب، بيديكي 1 رغوة، بيديكي اللي هو ملمس الكريمي 32%. الخلاصة يا جماعة انه ليه صفات كيميائية اهو. التشيكن فات اهو، التشيكن فات ليه صفات كيميائية يا جماعة. الجداول دي كلها جداول تصبن والصفات الكيميائية. يعني الدهون اللي انا خرجتها بتاعة الفراخ ديت يا جماعة بتستخدم في صناعة الصابون. هتدخل بمقدار معين وكمية معينة، وزي ما في جداول كده لصفات الدهون، جداول التصبن صفات الدهون، وبتديني نظافة قد ايه، وبتديني رطوبة قد ايه، وبتديني صلابة قد ايه. في جداول تانية بندخل فيها، بتطلع لنا من حاسبة الصابون. حاسبة الصابون بدخل فيها كمية دهون الفراخ بنسبة معينة، او انا بعمل التركيبة، بفضل ادخل كميه دهن فراخ، كميه دهن غنم، زيت عباد الشمس،
زيت جوز الهند، زيت الزيتون بنسبة معينة عشان الصابونة تطلع تديني صفات معينة، يبقى فيها الرغوة بنسبة معينة، يبقى فيها الترطيب بنسبة معينة، يبقى فيها الرغوة بنسبة معينة، الملمس الكريمي بنسبة معينة. الخلاصة يعني ان انا باخد الدهون ديت وبدخلها الآلة الحاسبة بكميات حاسبة الصابون، بدخلها حاسبة الصابون بكميات معينة عشان أعمل تركيبة. التركيبة دي بتبقى صابونة في الآخر. يعني بنعمل إعادة تدوير يا جماعة، ما بنرميش حاجة، ما بنرميش حاجة. شوف الدهون دي كلها كنا هنرميها، ما بنرميش حاجة. أنا إن شاء الله بإذن الله في إعادة التدوير هعمل لكم تركيبة صابونة داخل فيها دهن الغنم ودهن الفراخ، والدهن اللي طلعناه من ماسورة العظم، وهعمل لكم تركيبة بكميات معينة وكمية كل حاجة، وكمية الصودا الكاوية اللي هنحتاجها اللي هي الكيماويات اللي هدخلها مع الزيوت دي عشان تطلع لي صابونة. ان شاء الله انا هقول لك الكميات قد ايه، لان انت يعني عشان تعرفي تعملي تستخدمي حاسبة الصابون. انا خدت كورسات كتير، الفكرة بس ان انت هتعملي الوصفة زي ما انا هقولها لك بالظبط. فيبقى انت استفدت مني ايه؟ استفدت مني ان انا عملت لك تركيبه الصابونه عفوا، واستفدت مني ان انا ايه عرفتي ان انت ما ترميش اي دهون، لان ليها صفات كيميائيه بنستفيد منها في صناعه الصابون. يا رب يكون الفيديو ان شاء الله نال اعجابكم واستفدتوا منه. ان شاء الله استنوني بقى في الفيديو اللي جاي، ان شاء الله هعمل لكم تركيبة الصابونة ونكمل اعادة التدوير، ويبقى المنتج النهائي بقى ان شاء الله تشوفوه قدامكم الصابونة لاعادة التدوير اللي انا عمالة اقول لكم ما فيش حاجة بتترمي وحوش الدهون. فان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا، وان شاء الله اللي ما اشتركش يشترك. وان شاء الله يا جماعه اللي يجي له الفيديو، اللي يشوف الفيديو يا جماعه، اللي يطلع له كده من مقترحات اليوتيوب، بعد اذنكم اكتبوا تعليق، اكتبوا لي تعليق استفدتوا قد ايه، هل دي كانت افكار جديده، هل دي الكلام ده ما سمعتوش من اي حد تاني قبل كده. يعني قناتي العوض لكل ما هو مفيد، فبحاول ان انا كل حاجه، الحياه دايره احنا عايشين فيها، ما كله مسلم لبعضه، كله مسلم لبعضه، مفيش حاجة ملهاش فايدة. فإن شاء الله يا ربي الفيديو يعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين، ومستنية التعليقات. السلام عليكم.